السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. حلقاتنا النهاردة كلها أخبار عايزين نقدر إن احنا نخلصها وما طولش عليكم إن شاء الله. في الحلقة ديت هندخل في أخبارنا على طول، وهندخل في المواضيع اللي احنا عايزين نتكلم فيها. بس عايز أقول لكم على حاجة. المؤتمر العالمي اللي عمله النادي الأهلي لإعلان رعاية بنك ابو ظبي لقميص النادي الاهلي. الموضوع ده عامل، مش هقول لكم يعني مش عارف، عامل حرقان وهيجان جامد جدا 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 عند الزناطير من ساعتها. والزناطير لا على حامي ولا على بارد، وفي حالات جنون، حالات جنون كده ماشيين في حالة جنون كده، وخصوصا كبير الزلالطحية. اشمعنى الاهلي؟ الحقنا يا وزير الرياضة، الحقنا. اذا كان محمود الخطيب بيلقح علينا وبيغز فينا وبيلقح علينا في المؤتمر، واحنا مش عارف ايه، اشمعنى الاهلي واشمعنى الخطيب؟ الحقنا يا ريس، الحقنا وخلي الامارات وابو ظبي يعملوا لنا هدايا زي ما بيعملوا للنادي الاهلي. ايه ده الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ هدايا ايه وبتاع ايه؟ مفيش حد بيدي هدايا لحد بالطريقه ديت. حتى انت لما خدت فلوس ترك آل الشيخ خدتها مش هدية، انت خدتها عشان تحارب بها الكابتن محمود الخطيب وتحارب بها النادي الاهلي. النادي الاهلي سمعته، النادي الاهلي شغله، النادي الاهلي اداؤه هو اللي وصله لان الناس كلها تجري عشان تاخد الرعاية بتاعته. وبعدين الخطيب هيبص لك انت ليه؟ بص بقى يا كبير الظلمطحية، عايز اقول لك على حاجة. يا عم انت الخطيب عامل لك هسهس في دماغك وفي نافوخك. الخطيب اللي عامل لك هسهس في نافوخك وفي دماغك ده، لما خلاك دلوقتي بقيت مريض نفسي، عندك مرض نفسي اسمه التهيؤات، ان الواحد يتهيأ اللي قدامه بي يعني ايه، بيحك له على مناخيره، بيطلع له لسانه، بيعمل له كده مش عارف ايه. ده اسمه مرض تهيؤات. اولا الاسطوره محمود الخطيب، والله العظيم انت لا في دماغه، لا انت ولا عزبتك ولا قناة المزاريطة بتاعتك، ولا هو اساسا انت في دماغه خالص خالص، ولا هو شايفك من الاساس. بجد الخطيب مش شايفك لانك قليل، قليل صغير. الخطيب مش شايفك. الخطيب يعني هيشوف ايه؟ الخطيب يعني لما يحب يشوف لازم يشوف ناس قمم زيه، ناس تكون قمم في الاخلاق، قمم في التعامل، قمم في كل شيء. لكن انت صغير قوي 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 بالنسبه للخطيب، فعشان كده الخطيب مش شايفك. والله الخطيب ما شايفك. وبعدين موضوع تلقيح ايه اللي انت بتتكلم عنه ده؟ التلقيح ده من صفات الحريم. وكابتن بيبو الخلوق المهذب راجل بيشهد له الناس كلها، الناس كلها بتشهد للكابتن محمود الخطيب. اما بقى التلقيح وشغل الحريم والتلقيح بتاعها، احنا شفناه بقى بعينينا، شفناه والكل شافه على قناة المزاريطة. الكل شاف التلقيح الحريمي بجد على قناة المزاريطة، والكل عارف مين هو اللي بينتهج منهج واسلوب الحريم في التلقيح وكيد النساء. كل الناس عارفة، كل الناس عارفة مين اللي بيستخدم اسلوب الحريم وكيد النساء. فما تجيش تقول اصل الخطيب بيكيدنا او بيغيظنا، لا، انت مش في دماغ الخطيب خالص. المؤتمر من يوم ما اتعمل وريحة الشياط مالية مناخير كل الناس منكم. ريحة شياطكم وريحة حرقانكم عاملة، بص يعني، ريحتها موجودة عند الناس كلها، الناس كلها شامة ريحة الشياط بتاعكم، ريحة الشياط بتاعكم.
عايز اقول حاجة عشان بس تريحوا نفسكم وتحاولوا ان انتوا ترتاحوا كده وتريحوا اعصابكم وتفوقوا من الغيبوبة اللي انتوا فيها، ومن من الوضع اللي انتوا فيه، ان الخطيب بيلقح، وان الخطيب يعني الاهلي عموما حاولوا ان انتوا يعني ما تتكلموش في موضوع الاهلي. انا اقول لكم تعملوا ايه بدل الصياط والصريخ والعويل والتهيؤات والمرض النفسي اللي انتوا فيه ده، واشمعنى الاهلي واشمعنى الخطيب. طب ما تفوقوا وترحموا نفسكم شويه. شوفوا عمكم بيبو عمل ايه، شوفوا عمكم الخطيب، سيدكو وتاج راسكو، الاسطوره الحيه، الاسطوره المصريه الحيه، المحترم المهذب، اللي رفع راس كل اهلاوي ومصر كلها بتتباهى بيه. شوفوا عمكم محمود الخطيب بيعمل ايه وشغال ازاي، وادارته شغاله ازاي، والنادي بتاعه شغال ازاي. وحاولوا تاخدوا المنهج بتاعه بدل ما انتوا بتاخدوا مناهج تانية وتمشوا عليها وترفعوا من ناديكوا، عشان تقدروا تلاقوا ناس تيجي تاخدكوا وتاخد الرعايه بتاعتكوا وتهدوا انتوا شويه وتبقوا حلوين. شوفوا الناس دي بتعمل ايه واعملوا زيهم. انما اللي انتوا بتعملوه ده غلط على صحتكم، والله غلط على صحتكم. امراض نفسيه وسكر وضغط وبلاوي سودا وزرقاء، وايامكم سودا اللي جايه كمان. امال انتوا هتعملوا ايه في الايام الغبره اللي جايه لكم؟ هتعملوا ايه لما الاهلي والكابتن محمود الخطيب يطلع ويعمل مؤتمر عالمي عشان خاطر الاستاد؟ هتعملوا ايه؟ هتنتحروا ولا هترموا نفسكم من فوق البرج؟ والرعاة التانية اللي لسه جاهزين، اللي جاهزين برضه، هتعملوا ايه؟ هتنتحروا ساعتها؟ يا ريت تنتحروا، على الاقل الرياضة تهدى ونبقى فيه هدوء شوية ونخلص ونرتاح. دي حاجة. الحاجة التانية اللي انا عايز اتكلم فيها بقى النهاردة، وده اللي خلاني يعني مش يعني اتكلم وادخل، الاستاذ احمد بيه دياب رئيس رابطة الاندية بيقول ايه؟ بيقول ان احنا خلال سنتين بالظبط الدوري المصري هيبقى الاقوى عربيا وافريقيا. والله العظيم الكلام بتاعك جميل جدا جدا يا احمد بيه. الكلام بتاعك انا فعلا سعيد جدا جدا ان انا بسمع الكلام ده، حتى لو مش هيتعمل بيه، بس انا سعيد ان انا بسمع الكلام ده. وكلامك جميل جدا جدا جدا، بس عايز كلامك يخلينا نسأل سعادتك ازاي ده يحصل يا احمد بيه؟ يا ريت تطلع في مؤتمر كده وتقول لنا تقول لنا ازاي يحصل. ازاي يحصل وانت عندك حكام بتحتوي لاعبي فرق بعينها؟ يا ريت تطلع تقول لنا يا احمد بيه ازاي ان الدوري المصري هيبقى الاقوى عربيا وافريقيا وانت عندك حكام بتتحكم في نتائج فرق. اقربها مباراة الزمالك والمصري اللي فاتت، شفنا احلى حضن واحلى بوسة من احلى حكم زملكاوي لما الزمالك احرز الهدف الثاني في المصري. تقدر تقول لي ازاي بقى استاذ احمد؟ ازاي يا احمد بيه يبقى الدوري المصري هيبقى الافضل عربيا وافريقيا وانت عندك توجيه للبطولات تروح فين ونمنحها عن مين؟ حتى لو كان مين ده هو الاكفأ انه ياخد البطولة نخلي مفيش عدل ونوجه البطولة. يبقى ازاي؟ ازاي يا احمد بيه وانت عندك اتحاد كورة ما بيعملش لصالح الرياضة المصرية بشلن؟
ازاي وانت عندك اتحاد كورة مسخر كل مجهوداته لخدمة فريق واحد معين بس؟ تقدر تقول لي ازاي؟ ازاي يا احمد بيه؟ ازاي ان الدوري المصري بعد سنتين انت هتخليه افضل دوري عربيا وافريقيا، وانت عندك منظومة رياضية، منظومة اعلامية رياضية محترفة جدا في تزييف الحقائق، عندك منظومة إعلامية محترفة جدا في قلب الحق الباطل وقلب الباطل لحق. ازاي وانت عندك منظومة إعلامية ليل نهار بتعمل على هدم مؤسسات رياضية ناجحة عشان ترضي أشخاص معينة؟ تقدر تقول لي ازاي؟ تقدر تقول لي على حاجة تانية يا أستاذ أحمد لو سمحت بعد إذن سعادتك، بس نعرفها بس. ازاي ان الدوري المصري هيبقى افضل دوري على مستوى افريقيا والمنطقة العربية، وانت اصلا سعادتك كمان في رابطة الاندية المحترفة بتوقعوا عقوبات على نادي معين وبتطبطبوا على نادي تاني اخر؟ ازاي وانت سعادتك رئيس الرابطة، رابطة الاندية، بتعاقب جماهير نادي بمجرد ان صديق يتصل بالتليفون او عضو في مجلس الشعب يقول لك اصل الجماهير غلطت في بورسعيد، مع ان ما حدش سمعها ولا انت سمعتها ولا طلعتوا فيديو بالكلام ده اصلا، وبتوقع عقوبات بمجرد الصداقة عشان ما خسرش صديق او صاحب؟ يبقى ازاي هيبقى الدوري المصري الافضل عربيا وافريقيا وعالميا؟ الكلام ده تقوله لأي حد تاني او لناس تانية. يا احمد بيه الكلام سهل والشعارات مفيش اسهل منها، وتركيب الجمل الحلوة والجميلة اي حد ممكن يركبها ويلعب بيها ويقول شعر. في نفس الوقت الامنيات جميلة جدا والاحلام حلوة لو تتحقق، الاحلام حلوة برضو، بس الواقع مر. وعشان نحقق ده كله لازم سعادتك كل الأسئلة اللي توجهت لسعادتك في الحلقة دي انك انت تعمل على اصلاح النقاط اللي فيها. لو قدرت فعلا سعادتك خلال السنتين اللي جايين تصلح كل النقاط اللي ذكرتها لحضرتك دي، ساعتها انا عن نفسي، وانا بتكلم عن نفسي، هطلع اقول فعلا احمد بيه قال الجملة وصدق، قال الكلمتين وصدق فيهم وعمل اللي هو قال عليه. وساعتها انا وكل الدنيا كلها، كل المصريين المحترمين الشرفاء اللي بيحبوا بلدهم واللي عايزين الرياضة في مصر تكون في أعلى المستويات وترجع مصر رائدة تاني لكل الدول العربية والأفريقية، هننحني قدامك احتراما وتقديرا لمجهودك واللي انت عملته للرياضة المصرية. وساعتها احنا هنقول عليك انت جفار الرياضة المصرية، ونتمنى ان ربنا يوفقك والكلام يطلع صحيح. اتنقل لنقطة تانية بقى سريعة.
خالد الغندور طلع علينا بغسيله العفش تاني بعد ما اتأكد ان عقده في قناة نادي الزمالك هيتجدد. طلع علينا بقى بالايه، بالسيمفونيات الشاذة اللي بتوجع الودان واللي كلها نشاز، اللي كلها نشاز. طلع علينا ويقول ايه؟ بيعلق على فوز نادي الزمالك وقناة نادي الزمالك من جريدة المسا ان هي الافضل اعلامية، وبيقول شيء طبيعي، بيقول شيء طبيعي ان الاكثر مشاهدة هو اللي يكون الافضل. امال مين اللي يكسب يعني؟ قناة الاهلي يعني؟ لا، قناة النادي الاهلي مش عايزة تكسب. وانا كاهلاوي بقول لك انا مش عايز قناة النادي الاهلي تكسب ولا حاجة. ان قناة النادي الاهلي قناة عادلة، قناة متوازنة، والعدل في الزمن اللي احنا فيه ده صعب ان هو يفوز باي حاجة. والعادل المتزن في الزمن ده صعب. بس انت سألت في اخر الجملة بتاعتك وقلت امال مين اللي يكسب يعني؟ قناة النادي الاهلي يعني؟ انا بقى اهلاوي وهرد عليك يا خالد غندور. شوف، احنا في زمن خلاص يتسيد المشهد فيه الهايف، التافه، السافل، الساقط اخلاقيا، الساقط اخلاقيا. ده اللي بيتسيد المشهد. لو انت حركت دايرة البحث على اليوتيوب او على اي قناة هتلاقي قنوات التدني الاخلاقي وقنوات القنوات اللي فيها الجنس والحاجات دي. اكبر واعلى نسبة مشاهدة في العالم هي. لكن القنوات الاخلاقية هتلاقي مشاهداتها بسيطة جدا. نصيحة لكم انتوا بقى، يا ريت تحاولوا تعملوا حفل محترم يليق بجريدة المسا، واخد بالك انت، او يليق بالناس اللي ادوكوا مادة اعلامية هتفضلوا تتكلموا فيها فترة طويلة جدا، تفضلوا تتكلموا فيها فترة طويلة جدا. انا هسيبك واتنقل لأجمل شخص زملكاوي أنجبته الملاعب المصرية، النجم الخلوق الكبير الكابتن حسن شحاتة. كابتن حسن شحاتة بعد ما عرف إن قناة الزمالك أخدت رقم 1 والأفضل إعلاميا من جريدة المسا، طلع على إذاعة الشباب والرياضة وقال الكلمتين دول. قال رغم ان انا زملكاوي بس هقولها وبصراحة جدا، إدارة نادي الزمالك لا ولن تصل إلى تاريخ النادي الأهلي. الله عليك يا كابتن حسن. ولا يستطيع أي فريق أن يصل إلى ما وصل إليه النادي الأهلي. فمنتخب مصر يفوز بالبطولات بفضل لاعبي النادي الأهلي. فالنادي الأهلي كبير وعظيم، والله أنت راجل محترم. منظومة رياضية محترمة خالية من مرتضى منصور، الله على قصف الجبهات، خالية من الشوائب والعيوب، ليس فيها صوت عالي ولا أيادي مرتعشة لمسؤولين ولا إعلاميين. فلكل مجتهد نصيب. الأهلي بيجتهد، الأهلي هو بطل القرن الحقيقي، الأهلي مشرف مصر دائما في المحافل الدولية، ده الكابتن حسن شحاتة. والأهلي الفرق بينه وبين الزمالك زي الفرق ما بين الجنة والنار. ده بصراحة يا كابتن حسن
يعني الواحد يخلص فيك كل الكلام بصراحة. انسان اخلاق ومحترم، مش عشان قلت الكلمتين دول في حق النادي الاهلي ده انت بتشهد كلمة حق. بس يا كابتن حسن على فكرة انت كده هتزود مبيعات مراهم الحرقان والشياط في الصيدليات. والمفروض صيدليات مصر كلها تقدم لك الشكر على اللي انت عملته معاهم. الشياط مولع في الناس دي، ريحتهم طالعة. عشتوا بشياطكم وحرقانكم، وعاش النادي الأهلي يصعد لفوق 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 لأعلى مكانة. عشتم في أوهامكم، وعاش النادي الأهلي في الواقع الجميل بتاعه. شكرا أعزائي المشاهدين، برجو من الناس اللي بتسمعني لغاية كده بشكركم جدا جدا جدا، ويا ريتك تنزل على اللايك على طول، تدوس لايك. واللي بيسمعني لأول مرة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد عن النادي الأهلي في قناتكم قناة الأهلوية في الريف. شكرا أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.